النفط والغاز والفحم من أهم مصادر الطاقة اللي بتحتاج ليها الدول بشكل كبير. لكن للأسف المشكلة هنا إن التلاتة العالم من غيرهم ولا حاجة فعلا. ومصادر الطاقة النظيفة زي الرياح أو الطاقة الشمسية مش عارفين ولا عايزين يكونوا بديل للوقود الأحفوري، سواء كان بفعل فاعل أو سواء لأنها مش هتواكب الحاجة ليهم بناء على العالم اللي بيزيد يوم بعد التاني. النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة، والأزمة دي بتواجه العالم بشكل عام والخليج بشكل خاص، وإن الكمية المستهلكة والمستهدفة في الوقت نفسه عمرها ما هتعوض النقص اللي موجود واللي بيتناقص مع مرور الأيام. تعال ندردش مع بعض ونعرف إيه اللي هيحصل للعالم لو الوقود الأحفوري خلص من الخليج. في البداية بنطلب منكم مشكورين إنكم تدعمونا بشير ولايك، ونحب نعرف تعليقاتكم عشان نطور المحتوى. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا أنا محمد فرج كل حاجة صح في المراية. واحنا بنبدأ كلامنا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنلقي الضوء على النفط السعودي السنة اللي فاتت. السعودية السنة اللي فاتت على سبيل المثال أنتجت في المتوسط حوالي 11.5 مليون برميل يوميا، وده يعتبر معدل إنتاج كبير جدا وسريع كمان بشكل مبهر، وده اللي يساعد المملكة العربية السعودية إن هي تكون واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم. طب ليه يا عم فرج بتصدر لنا المثال ده في البداية؟ أقول لك يا ريس، ال11.5 مليون برميل دول عشان نجيب زيهم تاني محتاجين ولا أكتر من 160 مليون سنة، وده طبعا رقم خرافي من ضرب الخيال. وعشان كده صناعة النفط والغاز من المستحيل إنهم يعملوا توازن بين الإنتاج والاستهلاك، لأن برميل النفط اللي بنستهلكه محتاجين ملايين السنين عشان ننتج بداله، وده طبعا مش منطقي إننا نستنى كل الوقت عشان نكون البرميل ده. العالم هينتهي سعادتك والوقود الأحفوري هيكون لسه ما تعوضش. الدراسات بتقول إن النفط هيخلص سنة 2052 والغاز في 2060 والفحم هيطول عنهم شوية معانا لغاية 2090. وعلى أي حال وأيا كان هم هيخلصوا إمتى مش هتفرق، لأن النتيجة واحدة، وهو إنهم هيخلصوا. إحنا اللي يهمنا هنا مصيرنا هيكون إيه، ويا ترى مصير الأجيال اللي جاية ابني وابنك هيبقى عامل إزاي. الموضوع ده هيكون ليه تأثيرات كتيرة قوي، لكن المهم برضو بالنسبة لنا هو التأثير اللي هيكون من الناحية المالية والاقتصادية للتحول ده، خصوصا دول الخليج العربي. يا ترى هيكون إيه مصيرهم لما النفط والغاز ينتهوا؟ تعال نعرف قصة الخليج مع النفط واعتمادها الكلي عليه. دول الخليج من أغلى دول العالم بسبب النفط، بس المشكلة هنا هل دول الخليج فكرت هتعمل إيه لما النفط ينتهي أو اقتصادهم هيقدر يتحمل في عالم ما فيهوش نفط؟ الموضوع صعب والتخيل نفسه أصعب، لكن تعالى برضو أقول لك قصة الخليج مع النفط وإزاي بتعتمد عليه بشكل كبير كده. في سنة 1932 في شركة أمريكية اكتشفت نفط بكميات كبيرة جدا في دولة البحرين، وده كان يعتبر أول اكتشاف نفطي في دايرة الخليج. بعد كده نفس الشركة اكتشفت في السعودية سنة 1938، ونقدر نقول دي سنة الحظ الخليجية، لأن الكويت برضو اكتشف النفط في نفس السنة. وقبل ما الثلاثينات الجميلة تخلص قطر حصلت اخواتها واكتشفت هي كمان النفط، وبعد 19 سنة الإمارات حصلت المحيط الخليجي في الاكتشافات، بعدها عمان في سنة 1971. لكن قطر ما اكتفتش باكتشاف النفط وبس، لا ده كمان اكتشفت كمية كبيرة جدا من الغاز الطبيعي. الخليج بقى عامل ايه مع السبعينات؟ مع بداية السبعينات دول الخليج الستة كانوا بيمتلكوا السلعة المهمة في العالم وهي النفط، وسنة 1970 الدول العربية كانت بتسيطر على نص احتياطات العالم من النفط الخام كمان، لأن دول الخليج اكتشفت النفط في وقت حساس جدا من ناحية كان اقتصاد الدول لسه في فترة نمو، كمان كان العالم كله متعطش للنفط بشكل كبير. الوضع ده كان سبب في ان القطاع النفطي طغى على اقتصاد دول الخليج وبقى هو القطاع اللي مستحوذ على الاقتصاد، وعلى الرغم من انه انعش اقتصاد الخليج وخلاهم في الفترة دي الدول الاغنى في العالم، لكن الوضع ده خلى اقتصاد البلد تحت رحمة النفط، وده اللي خلى الحكومات الخليجية في السنين الأخيرة بتسابق الزمن في أسرع وقت، زي السعودية اللي كانت حاسبة المشكلة دي كويس واللي كانت بتحط خطة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط بشكل كبير. وخلينا نتفق اننا واخدين السعودية لانها النموذج الابرز والاكثر اعتمادا على النفط في العقود الاخيرة مش دلوقتي.
واللي خدت المبادرة الكبرى في تقليل الاعتماد على النفط والمصادر البالية للطاقة. نرجع ونسأل ايه هي الطرق اللي حاولت من خلالها دول الخليج تنويع الاقتصاد؟ عندك اشكال كتيرة يا ريس لتنويع الاقتصاد، والدول تقدر تعمل ده من غير مشاكل. عندك التنويع الافقي، وهي ان الدولة تبني وتطور قطاعات اقتصادية جديدة او تطور صناعات جديدة. وعندك التنويع الرأسي، وهو ان الدولة تعمل قيمة مضافة لصناعة موجودة بالفعل، وده بيفيد الدولة جدا لأن الإيرادات بتكون مستقرة أكتر. آخر كام سنة كانت السعودية وقطر هم اللي عندهم قطاعين بتروكيماويات مهمين جدا، وبينتجوا منهم منتجات بتروكيماوية بتضيف قيمة للدخل. لكن في مشكلة برضو هنا، وهي إن القطاعين دول معتمدين بشكل كبير على النفط والغاز للتشغيل، واللي هم أصلا مطلوب من دول الخليج إنها ما تعتمدش عليهم اعتماد كلي. فلازم في الخطط المستقبلية دي تكون خطط تنويع الاقتصاد بعيدة كل البعد عن قطاعات النفط والغاز. السعودية عندها احتياطي من اليورانيوم بيمثل 6% من إجمالي احتياطات العالم. كمان في ثروات معدنية من الذهب والفضة والنحاس والمعادن التانية لم يتم استغلالها، وزي ما بنقول متشالين في الصندوق لوقت الحاجة. ما ننساش طبعا السياحة الدينية الداخلية والخارجية كمان ممكن تتوسع أكتر وأكتر في النشاط الزراعي، لأنها حققت فائض في محاصيل كتيرة على رأسها الزيتون والتمور بكل أشكالهم وأنواعهم. طب إيه اللي عملته دول الخليج وعلى رأسها السعودية للهروب من الفخ؟ دول الخليج وعلى رأسها السعودية اعتمدت على إن ليها فرص قوية وسط الأسواق الناشئة بعد أزمة كورونا، واللي قلبت الدنيا حرفيا. المملكة شافت ان هي هتكون واحدة من اهم الاسواق في العالم، واعتمدت على عدد من الشركات اللي تقدر ترشدها ازاي تستثمر الفترة الجاية، وده بعد ما استشعرت الخطر قبل شهور قليلة من استضافتها مجموعة ال20 في 2020، واللي كانت بتتزامن مع كارثة كورونا، وكشفت فيها عن رؤيتها ل2030 وقالت ان الوقود الاخضر والبعيد عن التلوث البيئي هيكون له ابعاد تانية في المستقبل. وده كمان خلاها تاخد بالها وتسعى للحفاظ على بناء شراكات اقتصادية مع الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها روسيا، وتخلت عن إنها تكون تابع لأمريكا، وده وضح في تسريحها لإنتاج النفط، مما تسبب في انخفاض الأسعار وخسارة الشركات الأمريكية العاملة في النفط الصخري. عايز أقولك إن في ثروات تانية غير اليورانيوم لسه السعودية ما خططتش للاستفادة منها، زي الذهب في المملكة واللي بيشكل 18% من الثروات المعدنية، وإيراداته بتوصل من 4 مليار ريال ل5 مليار ريال. المملكة عندها 6 مناجم وبتسعى لاكتشاف المزيد عشان عايزة توصل لرفع إيراداتها من الذهب ل15 مليار ريال. أما لو هنتكلم بشكل عام على المعادن المتنوعة من فوسفات ونحاس وزنك ومن بينها الذهب نفسه، بتقدر هنا الثروة ب5 تريليون ريال. ايه رأي صندوق النقد بقى الدولي في الأزمة دي؟ الصندوق رفع توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، وده مع تكملة دول الخليج الستة في تعزيز الاقتصاد اللي مش منتج بس لمصادر الطاقة التقليدية والغير متجددة، وتوقعه عن ارتفاع الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج ل4.2 خلال السنة اللي احنا فيها دي، لأنه من 2016 دول الخليج بدأت إنها تنفذ خطواتها على أرض الواقع في تعزيز الاقتصاد غير النفطي، وده عشان يواجهوا هبوط أسعار الخام وعشان ينوعوا مصادر الدخل، خصوصا لمواجهة المخاطر اللي ممكن تأثر على الطلب العالمي للطاقة، واللي هتأثر أكتر على دول الخليج المنتجة للخام نفسه. قبل ما نوصل لخط النهاية عايزين نحط الحلول عشان ما يبقاش عقدناها ومشينا. تم وضع العديد من الخطط البديلة للتخلص من الاعتماد الوحيد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات في دول الخليج. الرؤية بتشمل الاستثمار في الصناعات التحويلية والسياحة والترفيه والتعليم والرياضة وتطوير البنية التحتية. التطوير الصناعي كمان من خلال تعزيز القطاع الصناعي وتحويل الموارد الطبيعية المتاحة إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة في بناء مصانع ومناطق صناعية وجذب الاستثمارات في القطاع ده تحديدا. التنمية الزراعية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء عبر تعزيز القطاع الزراعي وتطوير التقنيات الزراعية المتطورة والمستدامة. التحول الرقمي برضو ليه دور، وده من خلال السعي لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات وتطوير البنية التحتية الرقمية والاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات.
السياحة والترفيه بجذب السياح وتطوير القطاع السياحي وتنظيم الفعاليات الترفيهية والثقافية. التنويع الطاقوي إن صح التعبير بتنويع مصادر الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية. التعليم والتدريب بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية والتدريب المهني للارتقاء بمستوى المعرفة والكفاءة العلمية. وفي النهاية عايزين نقول إن أزمة النفط والغاز مشكلة ما ينفعش الدول تتهاون فيها، لأنها هتأثر على العالم كله وهتأثر بشكل كبير على الدول اللي الوقود الأحفوري يعتبر هو مصدر دخلها الوحيد. فلازم يبدأوا يخططوا بره الصندوق ويبعدوا عن أي حاجة بتعتمد على مصادر الطاقة اللي مش متجددة، ويشتغلوا على الجوانب التانية في تنويع الاقتصاد. ولغاية ما يحصل حابين نقول لكم إننا نتمنى دايما نكون ضيوف خفاف عليكم. ولغاية هنا إحنا خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيكم في موضوع النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم ونشوفكم دايما على خير.